بص بقى يا معلم، من غير مقدمات كتير ووجع دماغ، موضوعنا النهارده بالصلاة على النبي تكملة لموضوع الفيديو اللي قبله، اللي هيطلع لك اللينك بتاعه دلوقتي قدامك. اضغط عليه واتفرج، وهو التحكم بالستائر. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الموتور بتاع الستارة وطريقة عمله. الفيديو ده هنتكلم عن ازاي بنتحكم في موتور الستارة ده. معاك اسلام عبد الوهاب، مهندس متخصص في التحكم الذكي للبيوت. مبدئيا كده في اكتر من طريقة بنقدر نتحكم فيها في موتورات الستائر. اول نوع اللي هو ابسط نوع، بيكون عندك موتور بيوصل عليه 4 اسلاك: سلك لفتح الستارة، وسلك لقفل الستارة، ودول بيتوصلوا بشكل مباشر على مفاتيح في الحيطة. والسلك الثالث بيكون السالب أو النيوترال، والرابع بيكون التقريض أو الإيرثنج، ودول بيروحوا بشكل دايركت على لوحة الكهرباء، ملناش أي علاقة بيهم. في بقى طريقتين من ناحية توصيلات المفتاح المستخدم عشان تتحكم في النوع ده من الستاير. ركز لي بقى في الحتة دي بالله عليك. أول طريقة اللي هو مفتاح الروكر. يعني إيه روكر؟ يعني بيكون متكون من ضغطتين، وكل ضغطة بتعمل أكشن أو فعل معين، وده بيكون فيه 3 مداخل: مدخل لسلك الباور اللي جاي من لوحة الكهرباء، ومدخل لسلك فتح الستارة، ومدخل لسلك قفل الستارة. تضغط المفتاح لفوق يروح سلك الباور يشبك مع سلك فتح الستارة والستارة تفتح. تضغط المفتاح لتحت يروح سلك الباور يفصل مع سلك الفتح ويشبك مع سلك القفل والستارة تقفل. تخليه في النص، الستارة تقف مكانها، لا تفتح ولا تقفل. حلوين؟ قول حلوين. الله يحل ايامك يا رب. النوع التاني بقى وهو انك تستخدم 2 ريلي منفصلين عن بعض. ولو ما تعرفش يعني ايه ريلي، هسيب لك لينك كده تحت، اضغط عليه عشان تعرفه. زي ما واضح في الصورة قدامك ان ال2 ريلي، اول واحد واصل عليه سلك فتح الستارة في طرف النورمالي اوبن، وطرف النورمالي كلوز واصل عليه الكومن او مصدر الكهرباء اللي بيغذي الريلي التاني. وسلك قفل الستارة بقى واصل على النورمالي اوبن بتاع الريلي التاني. طبعا اكيد هتسألني ليه العك والتعقيد ده كله. ده كله يا معلم عشان تحقق السيفتي او الامان، انك مستحيل باي حال من الاحوال انك تفتح وتقفل الستاره في نفس ذات اللحظه، والا الموتور يتحرق. فلما نضغط اول زرار الكهرباء هتوصل مع سلك فتح الستاره والستاره تفتح. طيب لو احنا ضاغطين زرار فتح الستاره، رحنا كمان ضغطنا في نفس الوقت الزرار التاني بتاع قفل الستاره، يا ترى الستاره هتقفل؟ ها، مين يجاوب؟ السؤال هذا مفخخ. في فخ في السؤال. اعطونا السؤال اللي بعد. خلاص يا حبيبي اقعد، انا اللي هجاوب. لا، مش هتقفل، عشان لما ضغطنا الزرار الأول بتاع فتح الستارة الباور كله راح لسلك الفتح، ومفيش أي باور يغذي سلك قفل الستارة زي ما واضح قدامك. ولكن لو شلنا إيدينا من زرار فتح الستارة، في الحالة دي هيرجع الريلي لوضعه الطبيعي، ولو رجع لوضعه الطبيعي فهيوصل باور للريلي التاني بتاع قفل الستارة. وقتها تقدر تضغط زرار القفل عادي، هتقفل معاك الستارة. فهمت حاجة؟ طيب إيه اللي بعد؟ في طريقة تانية كده للتحكم في الستاير، بتكون عن طريق حاجة اسمها دراي كونتاكت. طيب ايه الدراي كونتاكت ده اصلا؟ تطالي ودانك كده وركز. ده عباره عن دايره بدون كهرباء، جافه. ايوه، عشان كده اسمها دراي. ترى حتى الاجانب بيخففوا دم، مش العرب بس. ما علينا. المهم، عارف الحنفيه؟ حنفيه الميه يا جدع. حنفيه الميه دي بتتكون من قطعتين: الفالف او المحبس، والقطعه الثانيه اللي هي البايب او الماسوره اللي بتمشي فيها الميه. الفالف هو اللي بيتحكم في تدفق الميه، هو اللي بيسمح للميه تمر في البايب لحد ما توصل لايدك او وشك، يعني ما تدققش. وهو برضه اللي بيوقف تدفق الميه. طيب السؤال هنا بقى، هل الفالف بتلمسه الميه؟ لا. طيب الفالف بيعرف كميه الميه اللي مرت في البايب؟ برضه لا. يعني هو مجرد قطعه تستخدم للفتح والقفل فقط، يعني للتحكم، ولكن ملهوش اي علاقه بالميه اللي ماشيه في البايب بشكل مباشر. طيب جميل. لو جينا بقى شلنا مكان الميه وحطينا الكهرباء المتدفقه، ومكان البايب او الماسوره بتاعت الحنفيه حطينا الاسلاك اللي واصله للموتور، مكان الفالف اللي هو المحبس بتاع الحنفيه حطينا دراي كونتاكت. وصلت الفكره ولا كمل شرح؟ بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. الايه؟ الشورت في الكمين. الايه؟ الشك باليقين. الشك في الكمين. الشك باليقين يا بني ادم. الدراي كونتاكت ده بكل بساطه لما تجيب سلكين وتوصلهم على جهاز معين كده اسمه دراي كونتاكت انترفيس، بيتوصل بالموتور، وبعدين من الطرف الثاني السلكين دول بتقفلهم ونفتحهم بايدينا، فهيطلع لك اشارات. مثلا لو لمست السلكين ببعض هتعمل دايره مغلقه بيمر فيها تيار خفيف جدا، ممكن 5 فولت او حاجه كده.
الغرض منه بس عشان الجهاز يحس لما السلكين يلمسوا بعض، يعني لما الدايرة تقفل. تمام لحد هنا يا اسطى؟ انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ طيب بدل ما نلمس الاسلاك بايدينا نجيب مفتاح ونوصله على جهاز الدراي كونتاكت ده. وفي الحالة دي المفتاح ده لا محتاج باور ولا كهرباء ولا أي حاجة من الكلام اللي قلناه قبل كده. كل اللي محتاجه الأسلاك اللي جاية من الجهاز بتاع الدراي كونتاكت اللي شابك على الموتور بتاع الستار. بيكون فيه سلك للفتح وسلك للقفل وسلك لتوقيف الستارة في مكانها، وسلك أخير بيكون السالب عشان يكمل الدايرة مع أي سلك من الثلاثة اللي قبله. طبعا بعيد وأكرر، الأسلاك دي كلها بتكون من الجهاز اللي هو عنده موتور ستارة لحد المفتاح في الحيطة دايركت. مفيش أي تمديدات أو توصيلات من أي مكان تاني. خلاص قفلنا على كده. خد تعالى، رايح فين؟ أنا قصدي قفلنا الفقرة اللي فاتت بس مش الفيديو كله. هو دخول زي خروجه برضو. طيب في بقى نوع تاني من الموتورات بتشتغل عن بعد بريموت كنترول. طبعا اللي ما يعرفش الريموت كنترول ده ترجمتها تحكم عن بعد. يعني ده مش اسم الجهاز سواء بتاع التلفزيون ولا بتاع المكيف ولا بتاع الستارة، ولا اسم طريقة التحكم بتاعته. دي وظيفته بس، وظيفته انه بيتحكم عن بعد. اما طريقه التحكم بتاعت الاجهزه دي بكل بساطه عن طريق حاجه كده اسمها راديو ويفز او موجات راديو. هي عباره عن موجات بتتنقل في الهواء. لا تقول لي بقى اسلاك وتوصيلات ولا اي حاجه من الهري اللي حكيناه قبل كده. الموجات دي عشان تنتقل بتكون محتاجه جهازين. الجهاز الاول بيكون في ايدك اسمه سندر او مرسل اللي هو الريموت كنترول. بتطلع منه الموجات دي محمله بالاوامر، سواء الامر هو فتح الستاره او قفلها او توقيفها. واللي بيستقبل الأوامر دي جهاز تاني بيكون شابك على موتور الستارة، بنسميه ريسيفر أو مستقبل، أو بيكون بيلت إن مع الموتور نفسه. المستقبل ده بقى من اسمه هو اللي بيستقبل الأمر اللي طالع من المرسل، وعن طريق السلك اللي واصل بينه وبين الموتور بيقول للموتور نفذ الأمر، سواء فتح أو قفل أو توقيف الستارة. وفي الحالة دي الموتور مش بيوصل له 4 أسلاك، بيوصل له 3 بس: لايف، نيوترال، والأرضي. مفيش بقى سلك لفتح الستارة وسلك لقفلها والكلام ده كله، لأنه التحكم كله عن بعد بدون أي وايرات. وأنا عارف إنك شغال تاكل في نفسك وهتتجنن دلوقتي عشان تفهم إزاي موجات الراديو دي بتنتقل بين المرسل والمستقبل في الهواء كده عن بعد بدون أي وايرات ولا أي حاجة. الموضوع ده هنخليه فيديو لوحده كده عشان الموضوع يطول شرحه صراحة. طيب نيجي لآخر حاجة بقى وأهم حاجة في كل الهري اللي حكيته ده كله. أنا بكرر كلمة هري كتير صح؟ لاحظت من غير ما تقول. طيب لو عندنا نظام سمارت في البيت، وعشان نسهلها عليك هناخد مثال نظام الكينكس. وعلى فكرة أنا اتكلمت عن النظام ده في فيديو كده هسيبهولك برضو تحت. ازاي بقى نشبك الستارة على نظام الكينكس ونتحكم فيها عن طريق الموبايل؟ أنا مش عاوز أصدمك وأقول لك إن كل الفيديو الطويل العريض ده والفيديو اللي قبله كمان عشان نوصل للنقطة دي، وهي التحكم الذكي للستاير. معلش تعبتك معايا أنا عارف. كمل جميلك بقى للآخر، هانت باقي نص ساعة بس. يا راجل بهزر تعالى يا عم، انت صدقت ولا ايه؟ بص يا سيدي، اهم حاجه في توصيل الستاره لاي نظام تحكم ذكي انك تبعد عن الشر وتغني له. تقول لي شر ايه يا هندسه؟ ربنا ما يجيب شر. طيب اهم حاجه انه لو عندك نظام سمارت ابعد عن الموتورز اللي تتحكم فيها وايرلس او بريموت كنترول. هتجيب الموتورات العاديه اللي بدون ريموت، اللي زي اللي بنتحكم فيها عن طريق مفتاح الكهرباء العادي، اللي هي بتكون 4 أسلاك، عشان كل سلك هيروح على ريلي في الأكشويتر بتاع الستاير في السيستم بتاعك. ريلي لفتح الستارة وريلي لقفلها، وكالعادة النيوترال والأرضي بيروح على لوحة الكهرباء الدايركت ملناش علاقة بيهم. وسبت لك تحت لينك فيديو كده اتكلمت فيه عن الأكشويتر في حالة ما تعرفش يعني ايه أكشويتر. فهمت حاجة يا براي؟ طيب لو فهمت حاجة أو ما فهمتش، أو هتنسى تعمل سبسكرايب للقناة عشان تعرف كل حاجة ليها علاقة بالتحكم الذكي، سواء في بيتك ولا في بيت صاحبك أو أي حد من قرايبك يعني. وكمان ما تنساش اللايك والشير للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش برضه اعمل لايك وشير عشان ينتشر ويمكن يعجب غيرك يا سيدي. تقطع برزنا ليه؟ ويلا سلام.